في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم كيفاش انا حتى درت اكسيدا بالموتور ديالي في شهر 1 2025. المهم الاخوان، هذا الفيديو يقدر يستافد منه اي واحد، وحتى الا كنت عندك دراجه ناريه تتعلم القوانين كيفاش انك تسوق الدراجه الناريه بواحد الطريقه اللي سليمه للنفس ديالك اول حاجه، وعاد البقيه ديال الناس اللي كيكونوا معك في الطريق من طبيعه الحال. المهم الاخوان، واحد النهار بحال جميع الايام كنت خدام بالموتور ديالي، كانت رزق الله من طبيعه الحال، ولكن في واحد اللحظه كان صادف واحد الصديق ديالي اللي كان واقف في الشارع وكان محتاج انه يمشي لواحد البلاصه، ومع العلم انه واحد الصديق اللي كان عزيز عليا بزاف. المهم حتى لهنا كلشي كان غادي مزيان، ملي وقفت انا وداك الصديق ديالي وبقينا كنهضروا، سولتو فين غادي وياك لاباس يعني فين ماشي. هنا قال لي ايوب اودي ماشي لواحد البلاصه اللي بعيده شويه في وسط المدينه، وداك الشيء علاش انا واقف هنا كنستنى الطاكسي. وقلت له شوف اودي انا راه خدام، راك عارف انا كندير ليفريزو، يعني انا خدام، يعني راه ما نقدرش اني نوصلك في هذه الساعه هذه، ولكن عرفتي شنو، انا دابا راه عندي شويه ديال الوقت خاوي، يلا نديك في يدي داغيه، وهكذا ما غاديش نتعطل على البقيه ديال الناس اللي كيستناو الطلبات ديالهم. المهم حتى لهنا كلشي كان غادي مزيان، فاش ركب معايا داك الصديق ديالي على الموطور وبقينا غاديين للبلاصه اللي حنا خصنا نوصلوا ليها من طبيعه الحال دغيا، وخصني نوصل هو دغيا باش نمشي انا نكمل الليفريزو ديالي للناس من طبيعه الحال وما نتعطلش على الناس. هنا الاخوان ما نكذبوش على الله اني كنت غادي بواحد السرعه، واكثريه في واحد البلاصه اللي ما خصنيش اني نمشي فيها بسرعه. المهم كنت غادي في واحد الطريق كاينه فيها ثلاثه ديال اللينيات كما كنقولوا، يعني فيها ثلاثه ديال اللينيات، واحد الجهه كتجيب وجوج جهات كيديو، يعني واحد الجهه واحده غير كتجيب وجوج جهات هما اللي كيديو. انا كنت غادي في داك الجهه واحده اللي غير كتدي، وفي داك جوج جهات اللي هما اونفاصلي لي، وفي الطريق اللي كيجيو فيها جوج ديال الجهات، يعني يمكن يجيو فيها جوج طوموبيلات مع بعضياتهم، انا غادي في ديك الطريق اللي فيها غير جهه واحده، بحكم اني خصني نمشي ورا الطوموبيلات، يعني ما نخرجش الانتردي. هنا كنت انا مصرف بواحد الطريقه ديال الغباء، يعني كيفاش اني ما فهمتش انا كيفاش العقل هرب لي من بلاصتو. هنا اي واحد عنده موتور خصو يركز في الطريق اللي هو ماشي فيها، وخصك ما تستخدمش واحد العقل المتهور ديال انك توصل دغيا. يعني يكفي انك عندك موتور ما عندكش طوموبيل، ما غاديش يوقع لك البلوكاج، ولا غادي توصل بالزربه، ولا بنادم واقف في ستوب انت ما غاديش توقف. هادشي هذا كامل خصك تحيدو من بالك، لان تقدر توقع لك شي حاجه اللي ما تكونش ضارب لها الحساب. المهم انا اشنو درت، داك جوج جهات اللي كيجيبوا طوموبيلات وانا ماشي في الجهه واحده، بحكم اني ما شفتش شنو اللي واقع، وكيبان لي غير الطوموبيلات واقفين، ولكن راه كاين تما واحد ملتقى الطرق اللي جا في اليمن، يعني انا في الجهه اللي انا خصني نمشي فيها بزاف ديال الطوموبيلات واقفين. وانا شنو درت، انا ما على باليش بان راه كاينه ملتقى الطرق، راه كاين ملتقى الطرق اللي كيستناو الناس اللي طالعين في الجهه ديال اليمين ديالهم، كيستناو الطوموبيلات اللي طالعين في الجهه ديال اليمين ديالهم عفوا، انهم يدوزوا هما الاولين، لان ديجا في الطريق ديالي انا كيناقف خصني نوقف. المهم حتى لهنا انا راه ما شايفش داكشي اللي ديال ملتقى الطرق. انا شنو شايف، الطوموبيلات واقفين يعني في الجهه ديالي، انا في اليمين ديالي، خرجت انا الانتردي ومشيت وعمرت على الموتور دوزيام تروازيام كاتريام وماشي ومساهي، وشوف العقل ديالي فين هو. شويه كنتفاجأ بان طوموبيل خارجه من اليمن في الشارع ديال اليمن، والناس اللي كانوا واقفين كيستناو الناس ديال اليمن انهم يدوزوا هما الاولين، لان ديجا في الجهه ديالي انا كاين البلاكه ديال القيف، وكاين مول الطوموبيل خارج في الجهه ديال اليمين، واحد مول الكات. او قدر الله ما شاء فعل، ما جيت اني نفراني باش نوقف، صافي ما بقالكش الوقت، راه واحد جزء من الثانيه، ما بقالكش الوقت ديال انك تفراني وتوقف والسلامه ولا صافي. جيت انا وياه صافي، درنا كسيده ضربني، طحت انا بلاصتي، طاح الصديق ديالي تا هو طاح من الموطور، فك الله ما لصقناش في الجهه ديال التروطوار اللي كانوا واقفين فيها الطوموبيلات. يعني قدر الله ما شاء فعل، فاش ضربني انا راه تلحت فوق الكابو ديال الطوموبيل انا والصديق ديالي. تخيل هو مع الضربه اللي ضربنا انا والصديق ديالي تلحنا فوق الكابو ديال الطوموبيل وجينا مسيبين لين، والموتور مشى في هذه الجهه هذه. صافي وقفنا، عيطنا على البوليس، وكنا محتاجين لابيلانس بالاخص انا، لان كاس الضربه ديال الطوموبيل جات لي في رجلي، والحمد لله ما تهرش. يعني كنت تقصحت في ديك اللحظه بزاف، كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره هذه كنت جالس. قدر الله ما شاء فعل.
المهم كان عندي الوراق ديالي كلشي قانوني 100% الحمد لله. عيطنا على البوليس، البوليس اللي صيفطوا لنا لابيلانس من طبيعة الحال. جات لابيلانس هي الأولى، مشيت أنا والصديق ديالي للطبيب، ومن بعد عاد جاو البوليس. ويعني صافي مشينا للطبيب الحمد لله، درنا الراديوات أنا والصديق ديالي، كلشي كان مزيان، كلشي كان هو هداك، صافي ما وقع باس. من بعد ملي رجعت أنا والسيدة اللي درنا أنا وياه كسيدة، يعني أنا اعترفت بأن الخطأ ديالي، يعني ما درتش أنا واحد القانون لأنه يحميني، وهذا كنظن بأنه بحد ذاته يمكن لك أنت تدافع على راسك في هذه القضية هذه، إلا ما بغيتيش تعترف أو لما يمكنش أنك ما تعترفش إلا شفتي بأن الخطأ ديالك، لأن أنت ديجا غادي في انتردي وخونا راه غادي في ليمن ديالو، يعني كيبقى الخطأ ديالك، إلا بغيتي تزيد تعكس الأمور على راسك وتزيد تخسر بزاف ديال الفلوس. المهم هنا اكتفيت بأن الغلط ديالي. تفاهمت أنا والسيد اللي درت أنا وياه كسيدة، درنا المحضر، من طبيعة الحال درنا المحضر بأن راسورانس غادي تعوضو هو، لأنه هو خارج في اليمين ديالو والخطأ ديالي، وأنا مشى لي الموطور الدراري، الموطور راه تهرس مرة وصافي، دازت واحد يومين ولا 3 أيام من مورا داك الكسيدة وصدق داك الموطور بعتو. المهم الاخوان في هذا الفيديو هذا بغيت نبارطاجي معكم هذه القصه اللي وقعت لي ولا هذا الحديث اللي وقع لي، لان الاول مره في حياتي كتوقع لي كسيده بالموطور. فاش بعت هذا الموطور هذا الاخوان حاولت اني نبقى هذه الايام هذه بلا موطور، بصراحه كنحاول اني نكون على الاقل استفدت من هذا الشيء اللي وقع لي. بلا ما نزيد نطول الفيديو بزاف، اي واحد عنده موطور رد البال مزيان لداك الشيء اللي انت كدير للسوقان ديالك، رد البال للسوقان ديالك في الشارع، سواء كنت كبير ولا صغير ولا اي حاجه، رد البال للسوقان ديال الموطور في الشارع بدون تهور، الله يرضى عليك، لان الحياه ديالك افضل من داك الموطور وافضل من اي حاجه في الدنيا. تهلاو في راسكم، بلا ما نزيد نطول لكم فيديو لا والو، والسلام عليكم.